معاكي مثلا من الستات اللي هو هاخد بتفرضي على جوزك تعرفي باسورد تليفونه؟ لا لا خالص. معكيش باسورد؟ لا لا استحالة. مش انا قوي عارفه كده. الباسورد كام. اوكي. بس انا بطلت الحركه دي. اوكي. يعني زمان كنت بعملها زي زعلتك اكيد. لا بس ما انت عرفتيها اهو برضه. لا زي هو احيانا الشيطان بيلعب بالواحد طبعا. وكده وبتاع، فانا شفت ان ده قله احترام، يعني ده اوكي. تعدي على الخصوصيه. خصوصية. ما هو انتوا بقى بتحبوا تدوروا على حاجات بتبقى الدنيا ماشيه، احنا كازواج ما تسيبونا، هتفتحوا الموبايل انتوا هتزعلوا وهنزعل ونجيب ناس. طب وليه نزعل كلنا؟ ما نفرح، فما نسيب ما الموبايل نخليكم ونفرح. ماشيين كويس. احنا ايوه ما استحاله. احنا مظلومين والله العظيم، ده انتوا هقوم اكلك قلم في الحلقه. لا والله احنا غلابه وانتوا غلابه. هو بص، هو عامة زي ما قلت لك هي منظومة معقدة. ايوه بس انا وربنا قصدي ينجينا منها. يعني سيبوا الدنيا ماشيه، ما هي ده اللي جوزك قاله لك، يلا نعدي والدنيا حلوه يلا نمشي، لان هي الحاجات برضو ما هو والله العظيم اصلا. بص انا بشوف حاجة، طالما انت مش مكاني وانا مش مكانك مش هنعرف نقول ماشي، بس في ما حاجات قعدنا بقى نتكلم. هيدلاينز لا بنشتغل يعني عليها. ما هو انت عمرك ما هتحس انا حاسة بايه الا لما تدوق اللي انا دقته. يا ليه كلام كبير وادوق ليه يا مي؟ طب وانا ليه ادوق؟ ليه انا ادوق انا كمان ومطلوب مني ان انا اسكت؟ ماشي بص انت دخلتيني في حته. طبعا انا حقانيه وانا ما عنديش لا وما عنديش، انا شخص ما عندوش رمادي، يا ابيض يا اسود. ما غلط بقى، سرحان يا عبد البصير، في لون في النص يا سرحان. اللون في النص ده ما يليقليش انا. اهو رمادي والله الدنيا حلوه. لا والله ما اعرفش ابدا، ما اقدرش، تربيتي كده. طب سؤال قليل ادب بقى وغريب، هل انت مش قليل ادب في حاجه؟ سؤال غريب، هل انت مثلا كمي ممكن تتخنقي او مثلا عندك التصوير فيه عيشه بمشاهد صعبه، هل مثلا تبقي عايزه تتخانقي في البيت؟ لا هي او ممكن لو انت جايه متخانقه من البيت تبدعي اكتر؟ لا هو مش مساله ابدع اكتر، لا هو انا عايشه بالذات بجد اول مره في حياتي شخصيه تاثر فيا قوي كده، لان انا ما كنتش بروح بيتنا فما بفصلش، انا عايشه طول الوقت عايشه، فحتى لما كنت اجي اتكلم مع اي حد انا بتكلم بيها هي. فكان مثلا كل الخناقات بقى وانا في لبنان هي عايشه اللي بتكلمه مش مي، وهو ممكن يكون ما كانش مدرك ده. اوكي. وفضلت معايا الشخصيه دي، لا تعبتني نفسيا بجد، الموضوع مش سهل، لان انا اول مره اقعد اعمل شخصيه كده 3-4 شهور وما افصلش منها، لانك ما بتروحيش لحياتك العاديه. بالظبط. انت بتروحيش على بيتك وعيالك، ما بتشوفيش. بالظبط. انا قاعده طول الوقت مع الكاست بتاع الشغل، في مسافره فانا عايشه، انا نايمه صاحيه عايشه. لكن مثلا في سوريا، في شيماء، في احلام سعيده، انا بروح بيتي خلاص بلاقي مي. اوكي. بلاقي مي، لكن انا في الوقت ده مفيش مي خالص. انا اصلا حتى بقول لك انا مشيت من لبنان على ابو ظبي، عندي مسرحيه كوميدي. اوكي. انا كانت نكد على اللي جابوه. لا طبعا. والله انا اصلا هما بيعملوا معايا انترفيو في المطار، انا عايشه اللي بتتكلم، لدرجه ان انا بقيت واقفه زي المجانين بقى كده، اول مره بعمل الحركات بتاعه الممثلين المجانين دول، انفض نفسي واصوت واقول لها امشي 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 كده.